النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي ليه جسم السلحفة ممكن يورم بالشكل ده. ساعات كتير بنلاقي رقبة السلحفة ورمت قوي، أو أحيانا رجل السلحفة بتكون منفوخة، وكمان وشها بيكون متغير. طب إيه السبب؟ ويا ترى الموضوع ده بيبقى خطر ولا لأ؟ إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة. هنتكلم إن كان الموضوع بسيط ويجي بالعلاج في المنزل، أو الموضوع خطير ومحتاج بيطري، وكمان هنقول إيه أسبابه. كل ده هنقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس ما تنسوش تعملوا اللايك الحلو، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك عشان هيفوتوا حاجات كتير جدا عن تربية السلاحف، لان الهدف الاول والاخير هو التربية الصح والعلاج الصح. وكمان ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. ساعات بيكون الورم ده بسبب حاجات بسيطة، وساعات بيكون علامة عن حاجة خطيرة. طب ايه اسبابه؟ اول حاجة بتكون السلحفة عندها نقص من فيتامين ايه. على فكرة فيتامين ايه مهم جدا 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 للسلاحف يا جماعة، واي خلل في فيتامين ايه عند السلاحف بيسبب لها امراض كتيرة جدا، منها التهاب الاذن، منها ضعف جهاز المناعة، فقدان الشهية. يعني بمعنى اصح فيتامين ايه مهم جدا 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 للسلاحف. طيب وايه كمان يا طنط نانا؟ ممكن كمان يكون قلة تعرض السلحفة للشمس، هو ده السبب في المنظر اللي حضراتكم شايفينه. وكمان ممكن يكون عندها عدوى او مشكلة في الكلى. تمام. طيب اول حاجة ممكن نعملها عشان نعالج الموضوع ده هو ايه؟ اول حاجة هنبتدي نديها وجبة صحية، يعني أكل صحي، اللي هي الخضروات والجزر، لأن طبعا الجزر فيه فيتامين ايه مهم جدا جدا للسلاحف. طب احنا لو ما عندناش شمس بنعمل ايه يا طنط نانا؟ طبعا بنجيب لمبة بديلة الشمس اللي هي يو في بي. وكمان لازم نعمل للسلحفة حمام مية دافي من 10 لتلت ساعة، من 10 دقايق لتلت ساعة أو نص ساعة بكتير قوي. تمام. طيب هنا بقى لو الحاجات اللي احنا عملناها دي ما جابتش نتيجة، ولقينا السلحفة لسه كسلانة وبطلت تاكل، ولازم نسأل على بطريق يكون كويس ويكون بيفهم في السلاحف، عشان يبتدي يعالج معانا الموضوع ده، لان اي اهمال في علاج السلاحف للأسف الشديد ممكن يؤدي حياتها للخطر. طيب انا ما عنديش بيطري بقى شاطر، وانا مش عارفة اعمل ايه يا مدام نانا، وانا في مكان بعيد. ده الاسئلة اللي بتجيلي تملي في امراض السلاحف. كتير بقى بيقعدوا يسألوني ويقولوا لي احنا ما عندناش بيطري، ما بيفهموش في السلاحف للأسف الشديد. طب احنا في مكان البيطريين المتخصصين في تربية السلاحف بعيد جدا عننا. طب في الوقت ده هنعمل ايه؟ وهيكون السبب ايه؟ على فكرة احيانا لو ده ذكر، فالورم اللي عند رجله ده ده بيبقى احتباس سوائل او تعب في الكلى او الكبد زي ما انا قلت لحضراتكم. طب لو انثى ممكن يكون عندها احتباس للبيض. وممكن كمان الورم يكون خراج زي عندكم في السلحفة اللي في الصورة كده، خراج عندها في رقبتها. فاحنا لازم نحدد نوع الورم ده، نعرف ايه سببه. هل هو احتباس للبيض عند السلاحف الانثى، او حبس سوائل في الجسم، او خلل في وظائف الكبد ووظائف الكلى. نعرف عشان نشخص الموضوع الصح. طيب احنا هنعمل الحاجات المبدئية في البيت. ما جابتش نتيجة، انا بحب ألجأ للحاجات الطبيعية الاول. ما جابتش نتيجة هندور على بيطري متخصص. ما لقيناش بيطري متخصص هكتب لكم العلاج على الشاشة عشان تبتدوا تدوه للسلحفة بتاعتكم، وان شاء الله بإذن الله، وربنا هو الشافي المعافي في الاول في الاخر، ان شاء الله يجيب نتيجة مع حضراتكم. الهدف الاول والاخير من القناة ان احنا نربي تربية سليمة ونحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض، وهو ده الهدف الاول. هنبتدي بقى بالعلاج. هنبتدي ندي السلحفة ميجاليز شراب 10 وحدات بس، بسرنجة الأنسولين لمدة كام يا طنط نانا؟ لمدة 10 أيام كل 12 ساعة. يعني هندي 10 وحدات من سرنجة الأنسولين كل 12 ساعة لمدة 10 أيام.
طب اشمعنى الدواء ده؟ لانه بيشتغل كمضاد للتورم وبيساعد من تقليل الانتفاخ. وكمان هنستخدم ريبا ريل جيل، هنستخدمه برضو كل 12 ساعة، يعني هندهنه مرتين في اليوم على مكان الورم، وهندلك المكان بالراحة خالص عشان الجلد طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده حساس قوي ومنفوخ قوي، فما ينفعش ان احنا نستخدم العنف. طيب هنستمر من اسبوعين ل3 اسابيع على حسب الحالة. طيب يا طنط نانا، ونعمل ايه كمان؟ لازم طبعا بيت السلحفة يكون نظيف ويكون واسع ويكون بيدخله شمس، ويكون كمان فيه تربة زراعية ورمل. ما ينفعش ان احنا نسيبه على سيراميك او على بلاط او على الحاجات دي. وكمان نهتم بحمام المية، عشان حمام المية برضو هيساعد على تقليل السوائل اللي في الجسم، ده هيخلي السلحفة تعمل اخراج لو مثلا عندها احتباس للسوائل او مثلا امساك او الحاجات دي. طيب لو الورم ده ما ابتداش يتحسن من 5 ل7 أيام والموضوع ابتدى يزيد، يبقى لازم نيجي بقى على نفسنا وندور على بيطر يكون شاطر. انا بقول لكم العلاج المبدئي عشان بحب اسهل عليكم تربية السلاحف، بس في حالات ما بتنفعش تتعالج في البيت، زي احنا كبشر ممكن دور برد نعالجه في البيت ونخف ونكون كويسين، وفي دور تاني ما ينفعش الا عند الدكاترة. تمام. فانا بحاول بس ابسط عليكم الامور مش اكتر، فرجاء نعتبر السلاحف زي اولادنا بالظبط. ولو حد من اولادنا تعبان اكيد طبعا هنسافر، لو اخر الدنيا هنسافر عشان نعالج اولادنا. السلاحف كده برضو ادام جبناها نبقى مسؤولين عليها وهنتحاسب عليها. لازم نحط ده في دماغنا كويس، مش عارفين ايه اللي هيدخلنا الجنة وايه اللي هيدخلنا النار. احنا بنعمل اللي علينا والتوفيق من عند رب العالمين. في الأول طبعا أي مرض في البداية بيكون سهل، أما لو الموضوع اتطور بيكون صعب. طبعا قبل ما نفكر ان احنا نشتري سلحفة لأولادنا او نشتري سلحفة ونهادي بيها حد، عشان طبعا هي كائن لطيف ولذيذ وتربيته سهلة ومش مزعج، بس لازم برضو نحط في دماغنا كويس جدا انه كائن حي ومعرض جدا انه يجيله امراض. لازم يكون عندنا معلومات كفاية عن علاج السلاحف، وده اللي انا بحاول اوصله لكم من الفيديوهات بتاعتي. ولازم كمان نكون متقبلين الموضوع، مش مجرد ان السلحفة مرضت ان احنا على طول يعني نزعل او نرجعها او نطلعها تبني. لا، لازم يكون عندنا إرادة وقوة وشجاعة ان احنا لو جبنا سلحفة وحصل لها اي مرض احنا المسؤولين عنها، ان احنا نعالجها ونرجعها زي ما كانت طبيعية. وحتى لو رافضة الاكل برضو احنا نفضل وراها لغاية ما. يا ريت نعمل شير للفيديو في كل الجروبات على الفيسبوك وعلى الواتس، عشان الدال على الخير كفاعله، ودي طبعا روح وهنتسأل عليها. فلازم كلنا نسعى ان احنا يعني نحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض. السلام عليكم.